زغلول انتيك، الله اكبر، مستوى وحجم بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله تطلع نتايه ونجوزها لذكر من الذكور الجماعيه اللي عندنا. زي ما انتم شايفين كل الحمام ما يجي يشرب اهو، شايفين عطشان ازاي. اهم حاجه تحط لهم الدواء، عموما انت عود نفسك اي دواء تحط للحمام اهو. بدا ياكل الزغاليل اهو زي ما انتم شايفين، ودلوقتي هتلاقي الذكر الجماعيه راح ياكل. النتايه دي حنينه بطريقه يعني اللهم لك الحمد. اللي عنده حمام حنين زي كده ما يفرطش بيه. شايفين انتيكه صغننه بس بسم الله ما شاء الله حنينه قوي، وما تسيبش البيض ولا تقوم ابدا. شايفين الذكر دي؟ نفسي اوريكم الذكر ده من قريب. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله، ده ذكر استرالي عندي، فرخ انا اللي عامل الذكر ده. اهم حاجه ده ياكل ما شاء الله نفس النظام، وراح عشان ما يتعورش ويدوس. طبعا قبل اي حاجه لازم نعمل ايه؟ يلا بقى اخواتنا اللي متابعينا كله يقول معايا، نخبط على ايه؟ على الباب. الناس اللي ما تعرفش بنخبط ليه هنقول لكم دلوقتي. تابعونا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم جديد عند الحمام وفيديو جديد. هوريكم يومي ماشي ازاي بالظبط مع الحمام. يعني انا النهارده كأن انا داخل جاي كده، مش داخل اصور، لا انا جاي اعمل الحاجات الطبيعيه اللي انا بعملها عند الحمام. الاول بس نعرفكم احنا خبطنا على الباب ليه، عشان عندنا قص ايه مخرج هنا، واحيانا بيبقى موجود واحيانا اكيد مش هيبقى راقد لان الزغاليل كبرت شويه مش هيبقى راقد عليهم. تمام. فانا بخبط برضو العلم ان هم كانوا بيضين الاول، فانا كنت بضطر اخبط عشان لو امن على البيض ما يكسرش البيض لو فتحت الباب مره واحده ويتخض وكده. زي ما انتم شايفين هو اصلا بيض ورا الباب على طول. بس دي طبعا العده بتاعتنا كلها. طبعا الحمام لسه قافل له ما فتحتلوش اهوتي. ده انا بعتبرها ايه الستاره دي؟ شبكه الامراء الخاصه بيا. ليه؟ انا معلق سلك اهوتي بتاع كهرباء، مش عارف باين ولا لا، ثانيه واحده. اه سلك الكهرباء ده انا معلقه في الحيطه هنا، ورابط بيه الحبل وحاطط فيه الملايه. افتح دلوقتي للحمام، اللي عايز يطلع يطلع واللي عايز يدخل يدخل. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده فتحنا للحمام الشباك بتاعنا. اول حاجه هنعملها ايه بقى؟ طبعا هنكلف للحمام بتاعنا. طبعا دي حاجات كتير انا هقول لكم ايه دلوقتي. ده خل تفاح زي ما انتم شايفين، خميره، ده علف. اول حاجه احط العلف ده يرنخ هنا مع العيش. انا حطيت العيش رنخ كويس، احط العلف معاه هنا واعرفكم دلوقتي ايه احنا عملنا كده ليه. سيبوا بس ايه في الميه كده يرنخ. حط عليه شويه ميه بس، شركن معانا اهو. بس كده سيبه يرنخ ايه كويس. بعد كده نكلف الحمام. طبعا كل فخذة هنأكل قمح ذرة. بسم الله. بس سيبهم ياكلوا. اركن دي هنا على جنب. تعال نتابع يومنا الاول، ناخدها واحده واحده اليوم الطبيعي بتاعنا خالص لحد ما الحمام ياكل. وطبعا احنا عاملين ديت ليه؟ عشان نشوفه شارب الميه بسرعه ازاي. استنى احاول اقلبه بحاجه او احط له ميه تاني مش مشكله، عشان ناكل بايه الزغاليل. اكيد معظم الناس اتوقعت قبل ما اقول يعني. عايزكم كده تكتبوا معانا في الكومنتات كده وتشوفوا الدنيا وتردوا علينا. ومش عايزكم تتفرجوا على الفيديو بس، لا عايزكم تسالوني في اللي انتوا عايزينه كله. قولوا لي ايه رايكم في المحتوى اللي بقدمه. عايزكم تقترحوا عليا مثلا اعمل ايه جديد. لو في حاجه انا بعملها غلط قولوا لي برده، ما فيهاش حاجه. فاهمين؟ احنا خلاص بقينا عيله واحده، فكل حاجه كده تبقى مع بعضنا وكل حاجه نشارها مع بعض ونمشي الدنيا مع بعض. دلوقتي الحمام بياكل، نخش نشوف الزغاليل ونشوف البيض ونشوف وصلنا لحد فين مع الحمام. وبعدين نشوف الحمام هنخليه ياكل عياله الاول، وهقول لكم ليه. عشان مثلا لو انا سبته ياكل عياله او انا اكلت عياله هو مش هياكله، ما انا اسيبه لما هو ياكل عياله الاول. واللي هلاقيه مثلا ماكل واحده حلوه عن التانيه انا اساعد التانيه، اللي مش ماكل عياله خلاص انا اساعدهم بداله. فاهمين؟ بالعلف ودي والخميره دي هنستعملها دلوقتي. طبعا خلي التفاح زي ما بعمل على طول بحط منه ايه مرتين في الاسبوع او مره كل خميس. انا متعود احط خل تفاح غطا على السقايه بتاعتي. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الحمام بتاعنا. ولو وصلت لحد هنا وانت سامع الفيديو معانا، عندنا القص الجماعية ده بيلم قش اهو ما شاء الله عليهم، يعني خلاص هيبيضوا. فان شاء الله باذن الله هو خلاص كده هيبيض في الحته اللي هناك ديتي اهو. شايفين زي ما انتم شايفين كده هيبيضوا ان شاء الله. فلو وصلت معانا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو بدايته عجبتك، فكمل معايا للاخر. الفيديو هيبقى ممتع وهيعجبك قوي، وان شاء الله باذن الله كل يوم نقدم لكم فيديوهات جميله زي كده. يلا خلينا نبدا. اول حاجه عندنا الزغلول ايه؟ العبسي ده. طبعا هو تحسوه مش عبسي اصلا، اقرع. بس والله العظيم لسه يا دوبك التحديق خلصه ما كملت يومين، وانا طبعا كمني مشغول ما عرفتش اروح اشتري لهم تحديق، بس هجيب لهم ان شاء الله باذن الله النهارده. وعموما كده كده هيطلع له شعر دلوقتي، هيطلع له ريش تاني يعني مش هيحصل حاجه. ودول طبعا ايه جوز بيضات بتوع القص الاسترالي، حطيناهم مكان ايه القص اللي كان بيض البيض البليه. الناس اللي متابعانا عارفين ان احنا كان عندنا قص بيض بيضه بليه لان الحمامه كانت اول مره تبيض، فانا مش هسيبهم راقدين عليها على الفاضي. والقص الاسترالي كده كده هيبيض تاني. واصلا القص الاسترالي ده حصل فيه كميه حوارات. ده انت هتضحك وضحك دلوقتي. كمل معايا يا صاحبي انت والله الدنيا هتعجبك يعني. ده طبعا النتايه اللي هي الكبيره اللي عندنا احنا سايبينها اصلا مع نفسنا محدش ليه دعوه بيها.
نيجي بقى نخش على العسلية دي. بسم الله ما شاء الله. شقلبوز ده، شوفوا بقى شقلبوز اكول. وده ابن ايه؟ المراسلة جمعية. دول اخواتهم اللي ورا الباب هناك، دوت اكول واللي هناك واحد اكول. وده ده مراسله جمعيه والتاني ايه زيه بالظبط. طبعا احنا زي ما قلنا في الفيديو بتاع امبارح ان كان فيهم واحد كبير وواحد صغير، فاحنا حطينا الكبير مع الكبير والصغير مع الصغير، وحطيت دول هنا الكبار عشان القص العبس مش هياكل كويس زي اللي هناك. وخدت الاثنين الصغيرين اللي شفتهم في اول الفيديو حطيتهم للقص المراسله الجمعيه لان هو الله اكبر بياكل كويس ويعرف يقومهم. يلا نتابع. عندنا بقى الحلويات دي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. وده ابن الزاجل الابيض، اللهم صل على النبي. وده ابن الزاجل المفصص. زي ما انتم شايفين الله اكبر، شايفين الحجم، حجم ومستوى، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا شاكك ان الزغلول ده عنده جدري. شايفين الارض نضيفه والمكان نضيف ازاي؟ بنضف مره او مرتين في الاسبوع، مش عارف اعمل ايه تاني للجدري. يا ريت يا جدعان بالله عليكم اي حد عنده حل نهائي للجدري يعرفني. اي حل نهائي عرفوني بس اخلص منه. انا تعبت منه، عملت كل الطرق برضه مليان ومالي المكان، مش عارف اعمل ايه والله. يا ريت تساعدوني وتقولوا لي كده في الكومنتات، كل واحد يقول لي رايه. تعرفون ايه اخلص من الجدري ازاي؟ طبعا هنخش عند البسكوته بتاعتنا دي. بسم الله ما شاء الله عليها، النتايه الجماهير الجميله بتاعتنا دي. بقى النتايه ديتي الزغلول ده يبقى ابن اختها. انا هقول لك انا كنت جايب قص زغاليل طلعوا الاتنين نتي. ديت جبت لها ذكر واتجوزت وباضت على طول. التانية فضلت 6 شهور انا مش عارف هي ذكر ولا انتايه، وفي ناس كتير عارفه الموضوع ده احنا قلناه قبل كده. فعملت ايه؟ سبتها وسط الحمام. طبعا دي باضت وخرجت مرتين او ثلاثه، ومن ضمن الخرج بتاعها خرجت 2 ذكوره. قلت هجوزها واحده منهم اللي هي اختها التانية، ما مش عايزه تقبل. قلت يمكن ذكر ما بتزومش، مش عارف اعمل ايه. سبتها لحد ما هي خدت ذكر لوحديها. خدت ايه بقى؟ الذكر اللي احنا شايفينه في اول الفيديو دلوقتي، اللي هو كان بيلم قش في الحته اللي هناك دي مع النتايه. اللي هو فين؟ انت رحت فين يا عم الحاج؟ اللي هناك ده اللي بيزوم جنب الحيطه هناك ورا خالص ده. هي خدت الذكر ده تمام. باضت، وكنت حاططها في عيش الزوجيه هنا. باضت، رحت فاتح له من الخشبتين دول. وطبعا الذكر انا كنت اول مره اطيره، مشتري من عند واحد جاري من هنا، وهي نفس النظام اول مره تشوف الجو. راح الذكر مشي رد لصاحبه، وهي طلعت معاه ما رجعتش تاني. كانت بايضه جوز بيضات. الجوز بيضات عرفت اخدهم وطلعت منهم الزغلول الجميل ده. طلع عشاء زي اهو، هي كانت ازازي بس جوزك منه مفصص. طلعوا ايه؟ مفصص عشاء زي ما انتم شايفين في ريشتين دول ازاي. بس بسم الله ما شاء الله زغلول انتيك، الله اكبر، مستوى وحجم بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله تطلع نتايه ونجوزها لذكر من الذكوره الجماعيه اللي عندنا، عشان انتوا زي ما انتوا عارفين عندنا عجز في الذكوره الجماعيه. انا هسيب الحمام ياكل دلوقتي وسايبه عطشان عشان احط له ميه ايه ونحط له خل تفاح. كل ده هنعمله معاكم واحده واحده، امشوا معايا واحده واحده للاخر. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، الفيديو يبقى جميل وممتع. ولو وصلت معانا لحد هنا عايزك تحط الاشتراك لو انت مش مشترك معايا في القناه، وتحط لي لايك عشان تدعمنا الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وفي نفس الوقت اهم من كل ده عايزك تصلي على النبي معايا في الكومنتات. خلينا نكسب ايه حسنات النهارده الجمعه زي ما انتم عارفين، واحسن حاجه نعملها يوم الجمعه ان احنا نصلي على النبي. ده زغل البلدي جميل عندنا اهو، شايفين كتكوت صغير كده بسم الله ما شاء الله عليه. ودي الزغلول الاسطوريه اللي احنا جبناها جديد، بسم الله ما شاء الله. دي جبناها هي والنتايه الازاز اللي هناك دي. شايفين بقى الذكر الاسترالي اللي عامل زي الشبندق ده، بسم الله ما شاء الله، حاجه مستوى عالي. جبت له النتايه اللي جنبي دي يوم بالظبط خدته، لان النتايه كانت زايفه عند واحد جاري وهو كان زايف معهوش نتايه فخدته. طبعا عندنا ايه الذكر اللي قدام دوت الازازي ده اللي هو المفصص ده ملوش نتايه، الذكر ده ملوش نتايه. وده زغلول صغير، واللي هناك دول واخدين بعض. يلا خلينا نكمل الفيديو بتاعنا. ده الزغلول ده. الزغلول ده على فكره راجعوا الفيديوهات اللي فاتت، الزغلول ده كان اقرع نفس الزغلول العبس اللي شفناه في الاول، نفس الطريقه زي ما انتم شايفين كسر ريش. وشوف الله اكبر بقى عامل ازاي دلوقتي، بسم الله ما شاء الله، بقى حاجه جميله قوي. ده ابن المراسل على الجمعيه الثاني. وده القص الاسود الجمعيه بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، تحت الجوز بيضات بتوعه يطلعوا بس بخير ان شاء الله باذن الله. هنسيبه راقد. وعندنا قص الشقلباز تحتيها البطين بتوعها. النتايه دي حنينه بطريقه يعني اللهم لك الحمد. اللي عنده حمام حنين زي كده ما يفرطش بيه. شايفين انتيكه صغننه بس بسم الله ما شاء الله حنينه قوي، وما تسيبش البيض ولا تقوم ابدا. انت عندك قص زي دي افرخ من تحتيه جوز واثنين وثلاثه. الحمام الحنين ده رزق، ما تفرطش فيه ابدا مهما حصل. وده طبعا هنجيب له تحديق. ده القص البلدي تحتهم الجوز بيضات بتوع ما هم زي ما انتم شايفين. هي اتكسرت ولا ايه؟ لا سليمه ما حصلهاش حاجه. هنا بقى في عش الزوجيه، احنا الفيديو بتاع امبارح كنا مجوزين فيها ايه؟ ذكر الكريزلي والنتايه ايه اللي هي الجمعيه، لان انا ما عنديش ذكوره جمعيه عاديه. يعني الجمعيه هي مش جمعيه، هي ملطشه، فاهمين؟ هي بنت النتايه اللي واقفه هناك دي السودا دي. فانا جوزت الذكر الكريزلي بدل ما هو واقف، هو اصلا مش واقف. خد النتايه الاسترالي من جوزها، قمت حبسته عشان يتجوز النتايه الثانيه، وسبت النتايه الاستراليه وجوزها. قامت المعلمه سايبه الذكر الاسترالي برضه، وراحت واخده الذكر الزاجل الابيض ده، ومعاه نتايه اصلا.
انا تعبت منها، اخر ما زهقت منها رحت عامل ايه زي ما كنت عامل معاها في الاول خالص. شايفين؟ حطيتهم مع بعض هنا هما الاثنين بقى ياخدوا بعض هنا ويبيضوا، وبعد كده ابقى سايبهم تاني في عش الزوجين، عشان انا بصراحه تعبت منها ومش فاهم النتايه ديت هبصوا هتشل قريب. يلا نحط لهم ميه عشان ياكلوا عيالهم، وفي نفس الوقت عشان نشوف الدنيا ونأكل معاكم التأكيل اليدوي. الفيديو بتاع النهارده شامل التأكيل اليدوي، متابعة دورية عند الحمام بتاعنا، وطرق علاج طبيعية من غير ما حد يقعد يقول لك تجيب بقى تعفير وتحط بقى توابل والحاجات اللي بتهري الكبد بتاع الحمام دوت. لا، ده خل تفاح طبيعي، حاجة اورجانيك، حاجة جميلة ترفع مناعة الحمام عندك وتظبط الدنيا معاك، ومن غير اي حاجة خالص. هنحط ايه حوالي غطا على السقاية دي كلها. الازازة اهي نحط حوالي غطا عشان مش هعرف اعمل بايديا الاتنين. بس ده الجيركن بتاعنا اهو. بسم الله. حمام بصوا كله جاي ازاي، حمام كله عطشان. طبعا انا لما بكون احط لهم خل ولا حاجه زي كده بعطشهم، عشان ايه؟ يبقوا عطشانين ويشربوا على طول، ما حدش فيهم يروح هنا ولا هنا. شوف الحمام كله واقف لي ازاي، عطشانين ما شاء الله عليهم. يشربوا دلوقتي. ثانيه اعدل بس السقايه وارجع لكم تاني. حطيت لهم السقايه زي ما انتم شايفين، كل الحمام يجي يشرب اهو. شايفين عطشان ازاي؟ اهم حاجه تحط لهم الدواء. اي عموما انت عود نفسك اي دواء تحط للحمام، سواء كان رافع مناعه، حاجه طبيعيه، دواء معين عشان عيان منك، عود نفسك تعطش الحمام وجاي تحط له الدواء عشان يشرب على طول. شايفين الحمام كله ملموم هنا جاي يشرب اهوت، عشان كل الحمام عطشان. هنسيبهم بقى دلوقتي يشربوا، وهوريكم ما بياكلوا الزغاليل دلوقتي. هتشوفوا بسم الله ما شاء الله، شوفوا معركه. طبعا انا معودكم على الموضوع دي، معركه زغاليل بتاكل. الحمام السايب احلى حاجه فيه ان الزغاليل بتاعته بتبقى متسوله، زي ما بيقول كده، انا مسميها الزغاليل المتسوله. تلاقوا كله بياكل من كله. حمام ملوش علاقه ببعضيه بياكل. يعني عندك الذكر الجمعيه ده قسما بالله اللي فوق دي ما بنته، اللي فوق دي اصلا انا محضنها تحت قص عطاد. شايفين طالع فين؟ اهو هياكلها. هو ده متعود على كده. هي مش بنته ملوش علاقه بيها، بس هو بياكلها. ودي احسن حاجه في التربيه السايب. الحمام من كتر زن الزغال عليه هو بيحس ان هو ابنه، فبيحن عليه وبياكله. فاهمين النقطه؟ تعال نركن بقى الحاجه دي على جنب ونشوف الايه العلف بتاعنا والعيش رنخ كويس ولا لا، عشان نبدا نحطه في الازازه. طبعا تعالى اشرح لكم الموضوع بالراحه. انا جبت ازازه ميه اهي فاضيه، تمام، وجبت الغطا بتاعها خرمته ودخلت فيه سرنجه من جوه، قطعت البوز بتاع السرنجه زي ما انتم شايفين، ودخلتها في الغطا منين؟ من جوه. استنى اوريها لكم حلو عشان الناس كلها تبقى تعمل الحركه دي. اهي السرنجه من جوه، بصوا دي السرنجه اهي، كبها جوه الغطا كده. وبعد كده هتملى الازازه ديتي الخلطه اللي انت عاملها علف وعيش. انا بحط علف وعيش، العلف كويس والعيش في نفس الوقت ايه، ما يخليش العلف تقيل. يعني العلف بيبقى نسبته عاليه، خلي الزغاليل تربي معاك لحم لو انت هتطيرها. فانت لا طبعا، انت عايز تربي زغاليل تنش منها مثلا او تفرخ منها، فانت ايه اعمل زي ما بعمل كده، حط عيش عشان تقلل نسبه البروتين شويه، ما تخليش يبقى تقيل عليهم ويخلوهم يربوا لحم بسرعه. شايفين بسم الله ما شاء الله الحرب بدات اهي. اه يلا. اول ذكر اهو، بسم الله ما شاء الله عليك. لسه استنى. تاني حاجه هنا بسم الله ما شاء الله، ده جاي ياكل الزغلول بتاعه، والقص العبسي هيروح ياكل الاثنين اللي هناك دول، والمراسله الجمعيه هيجي ياكل دول شوف صغيرين ازاي، دول لازم اساعدهم دول. وفي نفس الوقت معانا علبه ايه، خميره، نص قرص لمده 3 ايام. بس في حاجه معينه للخميره لازم تبقى فاهمها كويس قوي. ايه هي الخميره دي؟ بنستعملها بطريقتين او 3. لو انت هتربي زغلول لحم عشان تذبح منه زي ما انتم شايفين كده مثلا، لو انت عايز تربي زغلول لحم مش هتربيه، تحط منها مثلا وفي سن، يعني مثلا في سن الزغلول ده بالظبط، تديله مده 3 ايام نص قرص ايه مباشر في البق. لكن لو انت هتربيها عندك ولا حاجه، قبل ما تفطم الزغلول وتقطع من تحت ابوه وامه، اديله برده نص قرص لمده 3 ايام في الاخر خالص، ترفع معاه المناعه بتاعته، تخلي لمعه الريش بتاعته تظهر اكتر ويبقى كويس. عشان لو حطيتها لهم في الاول هتربي معاه لحم. فدي بتختلف ما بين العمر الزغلول، اذا كان زغلول بطش ولا زغلول خلاص هيتفطم. شايفين بسم الله ما شاء الله. على فكره لو في ذكر جه كده وقف جنبيهم هيسيبوا الذكر اللي هو ابوهم ده ويطلع يجري عليه. اهو الذكر الزاجل راح ياكل، اهو الزاجل الابيض ما شاء الله راح ياكل الزغاليل هناك اهو. استنوا زي ما انتم شايفين اهو بدأ ياكل الزغاليل اهو زي ما انتم شايفين. ودلوقتي هتلاقي الذكر الجمعيه راح ياكل الزغلول اللي ورا خالص هناك ده. تمام، احنا نروح نقعد في الحته اللي هناك دي عشان الضوء جاي قصادنا منها فالفيديو مش واضح قوي. احنا نقعد هناك ونصور من الجنب اللي هناك، يكون العلف بتاعنا رنخ كويس. هو عموما رنخ قوي اهو، وانا عارف ان الكميه دي كتير قوي، انا مش هاكل كل ده يعني، بس انا عندي طيور كده وجوه حاجات يعني بتاعت الحاجه مربياهم والدتي، فاللي هيفيد منه هندخل الطيور التانية. هنسيب ده على جنب هنا دلوقتي
وبعد ما نشوف الحمام زي ما قلت لكم هنقعد نراقب الحمام، نخليه ياكل زغاليل الاول من عنده، ولما نحس ان في حاجه مش واكله كويس احنا نبدا نساعد. اما لو الحمام ماكل الزغاليل كلها كويس عادي، ادي كميه بسيطه ما تقلش عليه. تعالوا نقعد جوه ونتابع معاهم واحده واحده. بسم الله. اقعد هنا طبعا مكان ما بتعود اقعد. بسم الله. تعالى بقى انا هوريكم، اقفل بقى الفيديو لما الحمام ياخد راحته عشان انا اتحركت. الحمام طبعا قلقان مني. شايفين النتايه البلدي دي ما شاء الله لقت على البيضه اهي، الله اكبر عليها يعني. والنتاج الشعراوات الاكبر بدات تاكل الزغلول هنا كده، الذكر سابه وهي راحت تاكل. الله اكبر. هوريكم كل حاجه دلوقتي، اول ما الحرب هوقف الفيديو دلوقتي واول ما المعركه تبدا هوريكم دلوقتي. طبعا الحمام بدا يزن اهو زي ما انتم شايفين، بدا يزن على الاهالي اهو. دي اكلت اهي، وده برضو بدا يزن عليا ياكل اهو. وطبعا الاكوى اللي هناك بتاكل ورا. شايفين الدكر دي؟ نفسي اوريكم الدكر ده من قريب. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله، ده دكر استرالي عندي، فرخ انا اللي عامل الدكر ده. فضلت ادخل الوان في بعضها كتير لحد ما طلعت الانتيكا اللي قدامكم ده. شايفين المستوى، لون العين والبق بسم الله ما شاء الله، واللون الريش بتاعه جميل قوي قوي قوي. جبت له النتايه الازاز اللي تحت ديتي، هو خدها خلاص قرب يبيضه ان شاء الله باذن الله يعني. كده الحمام بدا ياكل هنا اهو، واللي هناك برضو بدا ياكلوا. ودول بصوا اهو ما شاء الله جايين ياكلوا. وده طالع ياكل الزغلول اللي هو متبنيه، والعبس هياكل هناك. لو وصلت معانا لحد هنا في الفيديو ما تنساش تعمل ايه، لايك زي ما قلت يا حبيب اخوك. ولو مش عامل متابعه تعمل متابعه، محتواها جميل ويعجبك ان شاء الله. وباذن الله خلال اسبوع ان شاء الله نوصل 2000 متابع ان شاء الله باذن الله. واول ما يوصل 2000 متابع نعمل فيديو جميل كده، مسابقه حلوه وننزل على القناه بتاعتنا. وبالنسبه للناس اللي طلبت مني حمام كتير تشتريه، انا الحمام اللي كنت عارضه والله اتباع كله، مفيش غير زغلولين هم اللي لسه موجودين منهم، اللي هم كانوا في اخر الفيديو، الزغلول الابيض اللي بيشرب ده، والزغلول الاحمر اللي بياكل هناك ده. دول هم لسه موجودين، وفي واحد حاجزهم وقال هياخدهم مني، فلو ما كلمنيش ولا حاجه ممكن اقول ان هم لسه ما بقاش لو حد عايزهم. لكن غير كده الحمام اللي عندي كله اتباع، وان شاء الله لما اكون جاهز عندي اي حاجه تانية للبيع انزل على القناه بتاعتي ان شاء الله. اهم حاجه عايزك تدعمني وتقول لي كلمه كويسه واقترح عليا. انا الفيديو اللي فات كنت بسال الناس عايزين نجيب حمام جديد، كذا حد قال نجيب حمام كينج، فباقي الناس تقول لي عايزين نجيب حمام ايه. هو بص انا دلوقتي مقارن بين الكينج واللاحم، قولوا لي عايز اجيب ايه، وان شاء الله باذن الله ناخد برايكم ونجيب ايه جوز حمام جديد ان شاء الله باذن الله نحطه وسط الحمام بتاعنا هنا. بس ايه شويه كده لما ربنا يكرمنا ويحن معانا والقبض ينزل. دلوقتي هنعمل ايه بقى، هنقفل الفيديو لحد ما الحمام يخلص اكل للزغاليل كلها. وبعد كده وانا باكل الزغاليل يدوي هوريك اكل الزغاليل يدوي ازاي، وهوريك ازاي تستعمل الخميره دلوقتي برضو قدام عينيك. هوريك يومي ماشي ازاي مع الحمام. النهارده الفيديو بتاعنا هيبقى بعنوان ايه، يوم طبيعي عند الحمام. احنا يوم طبيعي خالص كأن انا جاي اكل حمام ما بصورش، فاهمين؟ كل اللي انا بمارسه وبعمله مع الحمام بتاعي هوريه لكم. وعارف ان الفيديو طويل شويه بس عشان انا ببقى موضح لكم الصوره كلها والدنيا ماشيه ازاي. وبالله عليكم يا جدعان لو اي حد لسه يسمع الفيديو لحد دلوقتي وما تنساش ولا تطنش تقول لي علاج كويس للجدري او طريقه اخلص منها للجدري. الحمد لله كل الامراض بعرف اتمكن منها الا الجدري، لان انا مش عارف له اصلا علاج معين. نظافه وبنضف اكل انا مش عارف اعمل ايه معاهم تاني بصراحه. انا تعبت من حوار الجدري ده، فيا ريت لو حد عنده اي طريقه اخلص منها بيه يعرفني. زي ما انتم شايفين بصوا زغلول الجمعيه ده مناخيره مليانه جدري، مش عارف باين معاك ولا لا. والزغلول الشقلباز ده اصلا انا هذبحه لان هو مليان جدر، انا مش عايز اخليه عندي. ده القص خلاص اهو هيبيض في الصفيحه اللي حاطه له هناك دي ان شاء الله باذن الله. والقص الاسترالي هيبيض في البرنيكه اللي تحتيه برضه. فكده عندي الحمام كله بايض، واللي مش بايض بيجهز لعش، والباقي كله تحتيه زغاليل اللهم لك الحمد. تابعنا لحد ما تشوف دلوقتي الزغاليل بتاكل ازاي تاكيل الزغاليل يدوي ومساعدتها. ان شاء الله الفيديو اكيد عجبكم، وما تنساش تدعمني بكلمه كويسه يا حبيب اخوك، وتحط لي لايك وتعمل لي اشتراك في القناه لو لسه ما عملتش اشتراك. واهم من كل ده ايه، نرجع نقول ايه، نصلي على النبي. خلينا ناخد حسنات كلنا مع بعضينا. خليك معايا ثانيه اوريك دلوقتي باكل الحمام ازاي ده. زي ما انتم شايفين خلاص هي بقت جاهزه. نعمل ايه بقى، نضيف الازازه هنا بالراحه. طب استنى افضي وارجع لكم تاني، عشان كده الموضوع اتبهدل مننا خالص وحرام يعني. كمية اصلا جت كبيرة قوي، ان شاء الله ناكل بقى الزغاليل كلها. هفضيها وارجع لكم تاني. شايفين ما شاء الله. بصوا بقى انا هحاول اثبت التليفون هنا واجيب الزغاليل اللي انا هاكلها كلها احطها عشان اعرف اوريكم التاكيل عامل ازاي بالظبط، عشان اوريكم كل التفاصيل. هثبت التليفون هنا واجيب الزغاليل دلوقتي. دي طبعا كل الزغاليل اللي ايه اللي هناكلها معانا النهارده. شيل بقى الكرتونه دي عشان هاكلهم لكم واحد واحد دلوقتي. اول واحد عندك اهو. نعمل ايه بقى،
هنمسك الاول خالص الزغلول بايدينا الشمال كده، ايا كان بقى انت اشول ولا ايه، وتثبته كده بايديك وتفتح بقه بالراحه كده، وهتجيب الازازه وايه تحطها في بقه براحه عشان ما يتعورش، وتضغط كده. خلاص الزغلول كده، شايفين ما شاء الله. دي الاولانيه، الزغلول المفاجأة بتاعنا الجميل ده، لازم اهم حاجه ده ياكل. ما شاء الله. نفس النظام، بالراحه عشان ما يتعورش، وتدوس. شايفين بسم الله ما شاء الله التأكيد. عندنا الزغلول العدس الأقرع اهو. ثبت يا معلم وهدي كده، بسم الله. بص بقى عامل ازاي. طبعا كل الزغاليل بقى اللي عندك هتعمل معاها كده، اللي هي محتاجة أكل يعني وكده. فأنا عشان أنا كده كده عامل كمية كبيرة النهاردة، حتى اللي واكل أكل ده كان واكل كويس. شايفين خليته عامل ازاي، زي ما انتم شايفين كده. ده أخوه، ده أخو اللي أنا لسه مأكله بالظبط، ده محتاج إن أنا أساعده. ما شاء الله الله أكبر. شايفين تفرق معاك أول حركة دي بقى، تمام. ودلوقتي بعد ما أكلتهم كل واحد فيهم كده نص قرص خميرة من الصيدلية البشري، ودي النص لكل واحد فيهم نص قرص في بقه. شايفين التأكيد ما شاء الله. بس خلي بالك ما تديش كمية كبيرة أوي زي ما أنا بعمل كده عشان مستعجل، مش بظبط، فاهمين. ما شاء الله. بس ونص قرص خميرة مثلا هوريكم الزغلول ده عملي كده. عندنا مثلا قرص الخميرة أهو، هو القرص عاملين من هنا أهو. تقسمه نصين كده على إيدك، وتفتح الزغلول بالراحة، ونص القرص في بقه. ادي واحد. اخد تاني مثلا اهو، نص القرص التاني، ادي اتنين. بس يا عم هو ده التأكيل اليدوي. موضوع سهل وبسيط والدنيا جميلة. زي ما انت شايف اكلت الزغاليل كلها ما شاء الله. الزغاليل كده اكلت وظبطت معايا. ودي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة. عملنا فيها كل حاجة عند الحمام، ومشينا يوم طبيعي جدا كأنه يوم طبيعي بتاعنا خالص. الزغاليل ده على فكرة كان زيادة عن اللزوم، ممكن افضله شوية عادي، مش احسن حاجة. افضل شوية من الحصلة بتاعته واوريلكوا دلوقتي. فضيت له شوية، شايفين كده يقعد عادي كده ولا كأن كان في أي حاجة. موضوع سهل وبسيط والدنيا زي الفل، والتربية جميلة، وتربية الحمام ممتعة. انتوا ما تصعبهاش على بعض، وكل الناس هتربي حمام إن شاء الله، وكل الناس هتبقى عندها حمام. وإن شاء الله بإذن الله الفيديوهات اللي جاية احنا نطور فيها أكتر، ونجيب حمام جديد ونظبط الدنيا. بس يا صاحبي دي كانت الفكرة بتاع الفيديو بتاعنا، وأتمنى إن أنت تدعمني بلايك ومتابعة لو مش عامل لي متابعة. ومع السلامة يا حبيب أخوك.